السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. عيد مبارك علينا، وطبعا عيد يعني ايه؟ يعني كحك، يعني بسكوت، يعني بيتي فور. نزلنا طريقة البسكوت وبصراحة كانت روعة. النهاردة ان شاء الله هننزل معانا البيتي فور القمر ده، وهنعرف كل تركاته. وبصراحة هو مفيهوش اي حاجة خالص، هو حاجة كده بسيطة خالص، وفي نفس الوقت بتطلع دايبة بحاجات بسيطة خالص. بس قبل أي حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم هنا بقى أنا بقول لكم إيه، الزبدة دي بس للأسف كانت عندي في الفريزر فلازم أستخدمها. في زبدة جنة، في زبدة كريستال، دي ممكن إن أنتِ تستخدميها عادي خالص، لكن الفِرن ديّة بصراحة تحفة، بس للأسف هي مقاطعة، فعشان كده أنا باقول لأ وكده. المهم كانت عندي في الفريزر دول حوالي أقل من نُص كيلو، يعني القالب 200 جرام بالضبط. فإحنا هنقلل دقيق شوية، يعني اللي هيعمل كيلو من الدقيق هيستخدم 550 جرام من الزبدة، يعني قولي نُص كيلو من الزبدة. عملنا إيه بقى، حطيت القالبين الزبدة اللي هُم يعتبروا نُص كيلو من الزبدة دول، حطيت عليهم كوباية ونُص سكر بودرة مطحون جامد أوي، وفضلت أضرب كده لحد ما القوام بقى كريمي. نزلت بإيه، نزلت معايا دلوقتي 3 بيضات. أنا عايزة البيتي فور بتاعي مخرفش كده وخشن شوية، هانزل بال3 بيضات. عايزاه دايب وناعم زي ما أنا عايزاه وعملته، نزلت ببيضتين وصفار بيضة. وشِلت البياض من البيضة التانية، ده هنستخدمه في حاجة تانية، ممكن أنتِ تزوّديه على البيض بتاع البسكوت. ما فيش حاجة هتترمي خالص طالما أنتِ بتعملي حاجات العيد، نواعم العيد وكده. فالبيض إحنا هنستخدمه في البسكوت وفي البيتي فور، مش هنستخدمه في أي حاجة تانية. اللي أنتِ هتعملي مثلًا البيتي فور الأول، عيني مثلًا البياض ده وحطيه فين، على البيض بتاع البسكوت، عادي مش هيقول لأ خالص. المهم بقى إيه، نزلت ببيضة بيضة، أنزل بالبيضة وأضرب شوية، وأنزل بالبيضة وأضرب شوية، لحد ما البيض راح خالص. نزلت عليها بإيه، بتوتة كده من الخل، حاجة بسيطة خالص كده من الخل. وبعدين بقى هابدأ إن أنا أنزل بالدقيق تدريجيًا كده. مش هانزل بالدقيق كلّه، لإن زي ما أنتم عارفين الدقيق بيختلف من نوع لنوع. ومش هاعجن خالص، أنا بُصّوا بالِم بس، أنا ما باعجنش. أنا بالِم بس الجوانب كده، بحيث أشوف القوام عامل إزاي في إيدي، علشان أعرف أتحكّم فيه وأشوفه بقى هو كده خلاص والّا لأ. هو دلوقتي دخّلت البيتي فور على درجة حرارة عالية، وبعدين في الآخر هابدأ أوطّي حاجة بسيطة، يعني هتبقى حرارة متوسطة. وما بياخدش أي وقت خالص، يعني ما فيش 5 دقايق ويكون طالع، لإنها هو خفيف ورقيّق كده، فما بياخدش وقت خالص. حابة أنتِ بقى تدّي له لون زي ما أنتِ حابة. لكن أنا بصراحة أنا باحبه أبيض كده وقلبه قمر وشكله تحفة بصراحة، ودايب دوب فعلًا، كلمة دايب دوب ده فبصراحة تحفة.
لو أنتم طبعًا عايزين تستبدلوا الزبدة لإن الزبدة غالية بسمنة، استخدمي سمنة وهيدّيكِ نفس النتيجة. هو أنا هاقول لِك كلمة فاخر من الآخر دي لو أنتِ هتحطّي زبدة، بجد ما فيش ولا كلمة، الزبدة ما فيش ولا كلمة، هو أكنِّك في المحل أنا هاقول لِك أحسن من المحل كمان، لإنِّك أنتِ ضامنة أنتِ بتعملي إيه. هتستخدمي سمنة عادية، استخدمي نوع كويس وحطّيها في الفريزر أو في التلاجة قبل ما تستخدميها، يعني السمنة تكون ماسكة، تكون باردة. بس أنا بقى عملت الشوكولاتة كده، كان عندي شوكولاتة بيضا وشوكولاتة كاكاو، عملتها كده خطوط كدهوّة، بدل ما أقعد أغطّس وأطلّع، وبصراحة بياخد وقت، لكن ده ما خدش أي وقت خالص، والطريقة دي عجبتني أوي. وبعد ما شُفتِ بقى أمّا بتطلّعي كده البيتي فورة شكلها قمر كده وهي عليها الخطوط البيضا والكاكاو. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرّة تشوفي القناة، وما تنسيش بقى دعوة حلوة وتقولي لي بتتابعيني منين، وأشوفكم في فيديو جديد وباي باي.